انت لسه بتعمل فلتر ادوب في اكسل؟ ركز معايا، التركية دي هتخليك تفلتر اي بيانات اوتوماتيك من غير ما تلمس الماوس. تخيل يا اخي ان عندك جدول فيه كل العمليات اليوميه لكل الموظفين، والمدير طلب منك انك تعرض كل العمليات الخاصه بالموظف احمد بس. تمام؟ طب ازاي هنعمل فلتر؟ اول حاجه هنيجي عند السيل الفاضيه ونبدا نكتب ايكوال. تمام؟ ونكتب المعادله بتاعتنا اللي هي فلتر بالشكل ده كده. خلاص. وبعد كده هنبدأ نكتب فيها ايه؟ هنكتب فيها الاول الاري بتاعنا او الجدول اللي احنا عايزين نفلتر منه. خلاص، فهنبدأ نختار الجدول بتاعنا بالشكل ده كده. خلاص كده. بعد ما نختار الجدول هنبدأ نعمل البارامتر التاني كوما او سيمي كولوم على حسب الفيرجن. تمام؟ ونختار الكولوم اللي انت عايز تفلتره اللي هو ايه؟ العمود اللي هو الموظف، صح؟ فهبدأ اختار من الجدول اللي انا اخترته كل ايه؟ كل الموظفين بالشكل ده كده. تمام؟ بعد كده اكتب ايكوال اللي هو انت عايز انهي موظف فيهم. تمام؟ احمد، صح كده؟ فهكتب ايكوال، بعد كده اعمل علامه الكوتيشن عشان ابدا اكتب حاجه يعني سترينج. تمام؟ واقفل الكوتيشن تاني، فيبدا يظهر لي ايه؟ الجدول اللي فيه العمليات بتاعت الموظف احمد بس. تابعنا واستنى فيديو جديد من سلسله تريكات اكسل.